وانت لسه ما اشتريتش عقار لحد دلوقتي، تعالى اقول لك نصايح قبل ما تشتري. اول حاجه لازم تعملها انك تحدد هدفك من الاستثمار العقاري. تاني حاجه انك تنوع استثماراتك العقاريه. تالت حاجه استشاره الخبراء العقاريين. رابع حاجه اختار الشركات الكبيره والموثوق فيها. خامس حاجه لما تيجي تختار بيت. سادس حاجه لما تيجي تختار كومباوند، هل انت عايز تحقق عائد مالي سريع ولا عايز تعمل محفظه عقاريه مستدامه على المدى الطويل. تحديد الهدف بيسهل عليك انك تاخد القرار الصح. ما تحطش كل فلوسك في مكان واحد او نوع واحد من العقارات. التنويع مهم عشان تقلل المخاطر وتزود فرص الربح. جرب تستثمر في اكتر من منطقه او نوع عقار. المستشار العقاري هو اكتر شخص هيعرف يفيدك لانه دارس السوق كويس وعنده خبره كبيره. خليه يشاور لك على الفرص المناسبه ويبعدك عن المخاطر. لما تيجي تشتري عقار، اشتري من شركه تطوير عقاري كبيره او معروفه وليها سابقه اعمال قويه. الشركات دي بتضمن لك الجوده والتسليم في الوقت المحدد، وده بيزود قيمه عقارك مع الوقت. اختار لوكيشن قريب من طرق سريعه ولاند مارك. اختار كومباوند فيه كل الفاسيلتيز اللي انت ممكن تحتاجها من مدارس ومولات ومستشفيات. ده بيزود الطلب عليه جدا وبيخلي استثمار مميز وقيمته اعلى. معاكم شيماء حمدي، سينيور سيلز. كلمنا على ارقام SFR وتعالى نختار احسن عقار.